يا عم كفاياك بقى، كفاياك تفكير. كل شوية موت وحساب وآخرة وقيامة. سيبوا على الله وخلاص. نسيان الموت هو أكبر مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، لأنك لما تفتكره قلبك يفوق والنية تتصلح والدنيا تصغر في عينك. كلنا هنموت، سيبنا نعيش يومين مبسوطين، بعد كده إن الله غفور رحيم. غفور، لكن كمان قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعني اللحظة دي جاية سواء فاكرها أو ناسيها، ويا ويلي اللي يقابل ربنا بقلب غافل. بس أنا مش هموت دلوقتي، أنا لسه صغير. طب شوف كام شاب دفن الآن. الموت مش بيختار سن، الموت بيجي لما ينتهي رزقك. سبحانه قال: كل نفس ذائقة الموت. ما قالش العجوز ولا المريض، قال كل نفس. أنا عايش إزاي من غير ما أخاف طول الوقت؟ مش خوف، يقظة. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة. صلي كأنك مودع، وتوب كأنك هتقابل ربك دلوقتي. اعرف إنك لو مشيت لله هتعيش مطمئن حتى وإنت بتقرب من الموت. والله قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. محتاج ارجع لربنا قبل فوات الاوان. وربنا دايما فاتح لك بابه، بس خاف من لحظة تلاقي الباب اتقفل. ايه اللي حصل ده؟ انا كنت بموت، حسيت ان دي النهاية. الارض كانت بتتهز. زلزال بسيط زي دوت رعبني. واليوم القيامة هعمل ايه؟ اللي حصل ده رحمة مش نهاية. ربنا بيذكرك بيوم ما فيهوش رجوع. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربنا بيحذرنا من يوم القيامة وبيوصف قد ايه هيكون مرعب عشان نخاف ونرجع له ونتوب قبل ما يفوت الأوان. الآية دي كلها جرس إنذار للبشرية كلها. استعد، استعد، اليوم مفيهوش فيه رجوع. مش مستعد. بفكر في الدنيا بس، مفكرش في الآخرة. كنت نايم، زلزال بسيط صحاني. ربنا قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هيجي اليوم اللي الأرض هتتكلم فيه وتقول كل اللي حصل عليها، كل خطوة، كل نظرة، كل ذنب. يومئذ تحدث أخبارها. والنبي قال: تؤدي الأرض أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. زي ما الإنسان ليه لسان، ربنا هيخلي الأرض ليها لسان في اليوم ده وتشهد على كل واحد حتى لو هو نسي أو أنكر. أنا ضيعت عمري. لو الأرض اتشقت وبلعتني دلوقتي أنا مش مستعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كسوف خاف وخرج يصلي وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. فما بالك بالزلزال؟ ده تحذير مباشر. رب أنا خايف، قلبي وجعني، يا رب رجعني. اللي شاف الموت بعينه ما ينفعش يرجع للدنيا زي ما كان. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الآية ديت بتفكرنا إن الموت جاي ومهما حاولنا نهرب أو ننشغل اللحظة دي هتوصل. فلازم نستعد ليها بالطاعة والتوبة، لأنها بداية النهاية في الدنيا وبداية الحساب في الآخرة. يا رب، أنا تايه.
رجعني ليك يا رب قبل الأرض ما تتهز تاني وأنا مش عارف أرجع. لو الزلزال دوت مرجعش قلبك يبقى انت مستني ايه؟ رجع قلبك قبل يوم ما تتقلب فيه السماء والأرض. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا. وأنا مين؟ وليه وصلت لكده؟ لا بقرب ولا بصلي ولا حتى عارف أنا عايش ليه. كنت زمان قريب. فاكر أول مرة دمعت وانت بتدعي؟ أول سجدة حسيت فيها بالأمان. نسيت نسيت كل حاجة حلوة وضيعت نفسي في الدنيا بإيدي. بس لسه جواك نور، جواك قلب مستني لحظة صدق. ربنا مش بينسى عباده حتى لو نسوه، بيستنى اللحظة اللي تقول فيها يا رب، يا رب رجعني ليك. هو ممكن ربنا يغفر لي. ربنا قال في القرآن: إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني حتى اللي أذوا غيرهم لو تابوا ممكن يتغفر لهم. يبقى أنت أكيد ربنا هيفتح لك الباب، بس خبط عليه بصدق. أنا مش هسيب نفسي تضيع أكتر من كده. أنا هرجع بإذن الله، هرجع وهقرب. أنا زهقت، كل يوم بصحى على نفس الهم والمرض بياكل فيا، محدش حاسس بيا. أنت فاكر إنك أول واحد يتوجع؟ تعال أقولك على نبي كان كل يوم يصحى على ألم أكبر. سيدنا أيوب عليه السلام. صبر قد إيه يعني؟ أنا بقالي شهور وأنا مش قادر أعيش. سيدنا أيوب عاش الابتلاء سنين مش شهور. كان راجل غني عنده أراضي وغنم لحد ما عينك تجيب. كان عنده خدم، وكان عنده 14 ابن و14 بنت. وفي يوم وليلة كل ده راح. ولاده ماتوا، ماله راح، جسمه اتملك منه المرض. حتى زوجته اضطرت انها تشتغل عشان ياكل. كل لسه صابر. جاش عليه يوم واشتكى لحد. كل الناس طردوه وقالوا ده ربنا غضبان عليه. ما فضلش معاه غير زوجته فقط. برغم كده قال كلمة واحدة بس: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده أمان مش طبيعي. وعشان كده ربنا قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى وسط الوجع كان بيرجع لربنا. بالظبط. وانت كمان ما تخليش الوجع يعميك. الوجع ساعات بيكون طريق الرجوع، هو اللي هزك عشان ترجع تبص فوق. ربنا بيحب يسمع صوتك. كنت شايف إن الابتلاء عقوبة، بس هتلاقيها فرصة جديدة. فرصة، فرصة تنظف فيها قلبك. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنا هبدأ من تاني وهقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مالك يا حزين؟ مبقتش فاهم. كنت زمان بصلي بخشوع، كنت بحس بالصلاة، كنت بحس بقرب من ربنا، بحب أسمع قرآن. دلوقتي بقيت بصلي وخلاص، حتى الدعاء قلبي مبقاش حاسس بيه. عارف ليه؟ عشان قلبك يا صاحبي اتعلق بالدنيا أكتر ما اتعلق بربنا. نسيت إن الإيمان بيضعف ولازم يتجدد زي ما النبي قال. بس أنا لسه بصلي، مش كفاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني الإيمان ممكن يتهالك، لازم تسقيه دايما بالقرآن، بالذكر، بالصحبة الصالحة. وأرجع إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. رجوعك يبدأ بصدقك مع نفسك لما تعترف إنك محتاج تتغير. ابدأ بخطوة بسيطة، ركعتين بالليل. انت بتحب ربنا، تحب تسمع قرآن، تتأثر بالمواعظ. طب ليه ساكت؟ ليه لما تشوف صاحبك بيغلط أو بيسمع أغاني أو بيبعد عن الصلاة بتسكت؟ ليه بتعدي الغلط كأنك مش شايف؟ ليه مش بتقول كلمة لله؟ مش عارف، بحس إني لو اتكلمت هيقولوا عليا متدين متشدد، هيتريقوا عليا، هيقولوا انت هتعمل فيها شيخ. طب اسمع دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لو شفت حاجة غلط حاول تمنعها بإيدك، ولو مش قادر على الأقل بكلمة، ولو حتى دي مش نافعة ما تسكتش جواك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يهديهم. فعلا كنت ساكت بقلب موجوع، بس صوتي كان نايم. صوتك لو خرج بنية صافية ممكن يصحي قلب، يهدي نفس، ويكون سبب في هداية حد. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني مفيش أحسن من اللي بينادي الناس يقربوا من ربنا، بيحاول يعيش صح، وبيقول بكل فخر: أنا مسلم. مش هسكت تاني. مش مهم الناس تقول إيه، مهم ربنا يرضى. وهشارك لو بآية، حديث، أي عمل هقدر أعمله عشان ربنا يرضى عليا. هبتسم في وش اللي تايه يمكن يرجع. ومش مهم الناس تقول ايه، المهم ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي. لو كنت ساكت محروق خاف من ربك مش الناس. كلمة منك ممكن تنقذ نفس، وتكون في ميزانك نور يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انت متخيل تيجي يوم القيامة وتشوف أعمالك قد الجبال، جبال ضخمة، فيطمئن قلبك، وصوت يقول لك: كله راح هباء منثورا. زي شاب دايما في الجامع حافظ القرآن والناس كلها بتحبه، لكن محدش يعرف انه لما بيتقفل الباب عليه بيعيش حياة تانية. لما مات ظنوا الناس انه في الجنة، لكن يوم القيامة كشفت الأسرار. الحديث مش بيتكلم عن كافر، ده مسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيصلي ويقوم الليل وبيقرأ القرآن، لكن المصيبة في الخلوات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لو نفسك تطمن إن عملك مش هيروح، خلي ربنا أغلى من كل نظرة حرام ومن كل خلوة غلط. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. رجع قلبك علشان ما تتحرمش من حسنات يوم الحساب. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا. يا عم دي بسطة، الدنيا هتقوم وتقعد يعني عشان بصيت؟ هي نظرة ولا سهم مسموم داخل قلبك من غير ما تحس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. بس أنا برضو لما ببص مفيش حاجة بتأثر فيا.
قلب حديد. كل ذنب بتمشي وراه بيطفي حاجة جواك. ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عارف يعني ايه ران؟ يعني غطاء سميك على قلبك يمنع النور. يعني أنا ممكن من ذنب أتحجب عن رؤية ربنا؟ الذنب الصغير ممكن تبعد، والذنب الصغير ممكن تقع. عارف يمكن ايه اول خطوة في ضياع ناس كتير؟ ذنب محسوش انه خطير. طب لسه في أمل، صح؟ دايما في امل. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس ارجع قبل قلبك ما يقسى والذنب يبقى عادة.